كنت فاكر إن أكتر حاجة ممكن تخوفني في حياتي هي الكوابيس، لكن اللي حصل في الليلة دي خلاني أتمناها تكون كابوس وما تكونش حقيقة. الساعة كانت قرب 3 الفجر. صحيت فجأة من غير سبب وسمعت صوت خطوات تقيلة بتمشي جوه الصالة. قمت بسرعة وبصيت من فتحة الباب. الشقة كلها ضلمة، مفيش غير ضوء خفيف جاي من لمبة الشارع بره. الغريب إن صوت الخطوات كان واقف قدام أوضتي بالظبط. فتحت باب ببطء، ولما مديت راسي لقيت الكرسي الخشبي اللي في الصالة بيتحرك لوحده. قعد يتحرك قدام عيني لحد ما لف وشه ناحية باب الأوضة، كأن في حد قاعد عليه وبصصلي. قربت وأنا قلبي بيخبط. لقيت الموبايل اللي سايبه على الترابيزة منور وبيفتح تسجيل صوتي من نفسه. جبت الموبايل ولما شغلت التسجيل سمعت صوتي وأنا بقول: ما تخافش، هو وراك دلوقتي. اتجمدت في مكاني وحسيت بأنفاس سخنة ورا ودني. اتلفت بسرعة، لقيت باب الشقة بيتفتح ببطء والظلمة اللي بره كأنها بتمتص النور من جوه. ومن اللحظة دي معرفتش إذا كنت صاحي ولا محبوس في كابوس ملوش آخر، لأن كل مرة أصحى من النوم ألاقي التسجيل لسه شغال لوحده. تاني يوم الصبح حاولت أقنع نفسي إن اللي حصل ده مجرد هلاوس من قلة النوم، لكن الصدمة إن الموبايل كان فيه تسجيلات تانية كلها بصوتي وأنا بقول حاجات عمري ما قلتها. واحدة منهم كان صوتي بيصرخ ويقول: سيبني، بلاش تفتح الباب. والأغرب إن آخر تسجيل كان متسجل بنفس الوقت اللي أنا فتحت فيه الباب بالليل. يعني في حد أو في حاجة كانت بتسجلني جوه بيتي وأنا مش واخد بالي. ومن ساعتها لحد النهاردة عمري ما نمت ولا دقيقة من غير ما النور يبقى مولع. برضو التسجيلات لسه بتظهر على الموبايل، والسؤال اللي لحد دلوقتي ماليش إجابة ليه: هو أنا اللي بتسجل ولا في نسخة تانية مني عايشة معايا جوه الشقة؟ في البداية حاولت أقنع نفسي إنها مجرد صدفة، يمكن الموبايل فيه فيروس أو حد هاكر سجل الأصوات دي، لكن كل يوم الموضوع كان بيزيد رعب أكتر. تخيل إنك تصحى الصبح تلاقي موبايلك متسجل عليه مكالمات عمرك ما عملتها. وفي مرة لقيت تسجيل طويل مدته نص ساعة، صوت خطوات بتتمشى في شقتي، نفس صوت البلاط اللي برجلي ونفس السرير بتاع باب أوضتي، لكن أنا وقتها كنت نايم. الأغرب من كده إن التسجيل خلاني أوقف شعري، لأنه في آخره تسجل صوت باب الشقة وهو بيتفتح، وصوتي أنا اللي بيقول: أهلا، اتفضل، أنا مستنيك. بس أنا عمري ما استنيت حد.